الله وبركاته. النهاردة بإذن الله أنا الأول نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وشكرا ليكم. وعايزة أدخل في الموضوع على طول علشان محدش يتضايق ويكمل معايا الفيديو. بصوا هوريكم طبق فاضي، ايه رأيكم ناخد صورة؟ النهاردة هعمل حواوشي بإذن الله يعني، وبتمنى ان اللي يدخل ويشوف البداية يفضل معايا شوية والنبي في الفيديو، فضلا وليس امرا اكيد. انا هتقولوا لي بتتكلمي بصوت واطي ليه يا ام يوسف؟ هقول لكم عشان هي ست مؤدبة. منساش كمان يا جماعة، عايزة اقول على حاجة. انا هدفي من القناة ان كمان ان احنا نشجع على اي حد بيقدر ان هو في الكفالة، فدي حاجة جميلة جدا جدا جدا، وهتقعد لك في ميزان ان شاء الله لينا وليكم جميعا. المهم نصلي على النبي الاول، وهنزل الكاميرا عشان اوريكم هنعمل ايه. هنبدأ نحط دقيق، نص كيلو كفاية. خميرة فورية، نص كيس كفاية يعني، تهيألي كده حلو. ماشي، حبة ملح، نقرة ملح كده، وبس، مش عايزين كتير. مية بقى للعجن. نسمع على النبي ونقول أشهد أن لا إله إلا الله. الأول نقلب المكونات دي كده عشان إيه يبقى تمام الدنيا. صلى على النبي ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعمله كويس كده 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 كويس يا جماعة، ونفتح ازازة المية. طبعا كلكم عارفين المية ان العجين ده على حسب المية على حسب العجين. عشان ما اطولش عليكم الفيديو بس بصوا يا جماعة، العجينة لمت في ايدي تمام، يعني مش بتطلع في ايدي حلو، لان انا كل ما بلاقي العجينة وعايزة مية ببل ايدي واعجن علشان خاطر يطلع العجين مظبوط. ما بحبش ابوخ مية كتير وبعدين الاقي المية زادت وعايزة دقيق. هي كده يعني تقريبا تمام، لان لسه لما هتيجي تخمر العجين بيسيح في الحر ده. اللحمة عندي كمان اهي يا جماعة، حملاها فرماها، اللي كنت فرماها معاكم قبل كده، حلوة دي جميلة يعني، كمية حلوة هتعمل. في حاجة اسمها ايه، نقول ايه لما نيجي نرش كده، سترتك مع فرتك وباسم النبي كبرتك، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دي بنقول على العجينة عشان ايه يعني يبقى حلو كده. وبعد كده هغطيه بكيس، يعني لو فوطة نظيفة، كيس اللي عندك. هبدأ اجهز البصل بتاع الحواوشي، لان طبعا مادام العيش ني، لان ده عيش الحواوشي فده هيبقى ني. لو مستوي العيش اللي بنشتريه من الفرن دوت اللي هو ابو 2 جنيه، بتاع اللحمة نعصقها تعصج ونحطه، بس ده بيبقى اجمل اللي هو الني في ني كله ده. فنسمي بالله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبقدر حبك فيه وبجاهك فرج عنا ما نحن فيه. اللهم امين اللهم امين. بصلاية مش تمام. العصر بيترفع يا جماعة، هعمله العصر. معلش يا جماعة انا فصلت معاكم الفيديو عشان العصر كان مرفوع عشان نتشاهد ونكبر معاه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. بصوا هقطع بقى الفلفل للحواشي. انا مش بحب فلفل كتير فيه، يعني انا بحب بصل ولحمة اكتر، بيبان طعمه.
يا رب يرضيكم كلكم يا جماعة، يا رب ما يرمي على حد كرب ولا ضيقة. يا رب كل اللي نفسها تبقى أم يا رب تبقي أم، يا رب اللي نفسها تتجوز يا رب يبعتلك ابن الحلال اللي يستهلك، يا رب اللي نفسها يصلح لها حال جوزها يا رب يصلح لك حال جوزك يا حبيبتي وعيالك، يا رب يهديهم لك وتشفيهم في أحسن مكان في الدنيا يا رب، احنا وانتم جميعا. أنا بحب أستخدم يا جماعة المبشرة دايما في البصل، يعني الكبة بحس إنها بتطر البصل وتطلع عليه مية، وزي ما قلت لكم عشان ايدينا ما تتعورش ما نعملش كده كده كده، صوابعنا تتهري كده، بصوا كده 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 من فوق، يعني اعمل كده وانزل واطلع بيها تاني لفوق كده، بسرعة بسرعة بسرعة. في حتت زي كده بتزيد مش بتتفرم، هتقولوا لي بتعملي ايه؟ صدقوا وامنوا بالله، بجمعها في كيس صغير واشيلها في الفريزر، واحيانا احطها على الشوربه. بنوفر شيء في زمانه، قال له الزمن هاته، الزمن اللي بعد منه حياته الزمن قال له هاته. وبرضه يقصد بيها الكلمة دي اللي هي الحسنات، ان ربنا يرضينا. بصوا الفلفل لقيته عندي مش شاطر قوي كمان، يعني بصوا عمل ازاي نقط كده، يعني مش الحلوين اللي لقيتهم دول رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا اللي زي ده كده، هاتت اللي زي دي بتكون معايا كمية، بشيلها من الشوربة. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، فضي اللحمة بقى بتاعتي. والله يا جماعة احنا في نعمة كبيرة 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 كبيرة، الحمد لله والله. يعني الواحد مهما شكر ربنا هيبقى قليل والله. نحط بالمرة التوابل عشان لما نعجن ما وسخش البرطمان. الملح يعني انا مش هكتر الملح، لان ممكن ناكل بايه والحواوشي ممكن نحط معاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مخلل. ده فلفل اسود حلوين دول، تمام. ثواني وارجع لكم، كنت برد على امي بتنادي عليا. كمون بس كفايه كده، كفايه قوي. طعم اللحمه لازم يبقى باين، يعني طعم اللحمه كده يبقى باين في الاكل. نسمي بالله ونشهد. ادي البصل اللي بقول لكم عليه دول بشيلهم في عارفين اللي هي علب اللي بتيجي مع الوجبات اللي هي بتبقى فيها طحينه، بشيلهم فيها واعملهم في مره احطهم اللهم صل وسلم للشوربه. يلا نسمي بالله ونقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ايد النبي قبل ايدي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحته دي لسه مجمده شويه بس هتصرف فيها، يعني هعملها مش مجمده قوي، بس مش هقدر بايدي افركها. برضه عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بس يا جماعه يعني كده اشبه بان انا ايه خلصت. نرجع تاني، افضل ادعيلكم عشان انا بحبكم، لان انتوا دعمتوني والله العظيم فوق الخيال والله. بس والنبي ادعموني اكتر واكتر بان انتوا تحطوا لايك
ما تنسوش علشان خاطر يشوف يعني يجيب مشاهدات. ما تنسوش والنبي باللايك، لايك 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 ارجوكم، وكومنت رايق من حضرتك ومن حضرتك. يا سلام، ده في حد ذاته يعني فخر ليا والله. يا سلام، صدقوا بالله انا لحد دلوقتي ما عندي، يعني مش قادرة استوعب ان انا بيه عندي كم من الناس دي كلها وتعرف. ولسه ان شاء الله عشان في الله ان القناة بتاعتي هتكبر بفضل ولا حول ولا قوة الا بالله، وبتشجعكم وبدعمكم يا اروع ناس، يا اجمل ناس، يسعدكم ويهنيكم ويصرف عنكم الاذى. وكل واحد قلبه وجعه ومش ساكن يهدي نبض قلبك باللي بتتمناه، ويهدي نبض قلبك باللي بتتمنيه. يا رب نجح عيالنا يا رب في الثانوية، يا رب يا رب نجح عيالنا يا رب في الثانوية يا رب. انزل في ناس بقى بتحط مش عارفة معلقة دقيق ومعلقة نشا عشان تمسك وما تيجي تاكل ما تقعش. يا عمي بلا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فيك الزكاة وفيك العطا وفيك قرص للعيل إذا بكى. تخيلوا كل ده قرص برجر، يا لهوي. والنبي ناخد صورة، استنى ناخد صورة، صورة يس. بصوا كده الحواوشي بتاعي حسن، هرجع لكم. بصوا يا جماعة، أنا دايما بشتغل على خامة المطبخ. ليه؟ لأن أنا يعني ما جبتش الرينج لاين ده، أنا رحت عند عند راجل عشان أجيب منه اللي هو الهيد لاين أو الرينج لاين زي ما بيقولوا. فلقيته بيقول لي من 700 لحد 5. ايه هو ده إيه هو انت بتتكلم بجد؟ قال لي ايوه. قلت له طب انا عندي قناه ولسه صغيره. قال لي بصي حلك الوحيد، يعني ليه انا بحكي لكم الحكايه عشان اقول لكم ليه انا بعمل عربيه. تجيبي متر سلك. قلت له تمام. قال لي ولندا بلدوس وتحطيها في مكان التصوير لحد ما ربنا يفتح عليك. فعشان كده بصوا يا جماعه اللندا، مش عارفه شايفينها ولا لا، عشان موصلاها بالفيش. ربنا يرضينا ويرضيكم يا رب. ما شاء الله الخميرة مسافة ما عملت البتاع تضاعفت وخمرت ما شاء الله. هبدأ بقى من ايه، مش كده مطرب دي ماشي، واكور. بصوا يا جماعة اللي كورتهم وبحطهم على بعض كده، بس مش بحطهم كده يعني دقيق، بحط طبقات دقيق وبرسهم كده على بعض كده اهو، طبقات دقيق طبقات دقيق، علشان خاطر وشه ما يشفش ويرتاح شوية. ماشي كده كده الدقيق ده انا بستخدمه تاني ما بيترميش، مفيش عندي مشكلة يعني. اهو بسم الله، ونبدأ نجيب واحدة واحدة ونبدأ ايه بالمردانة بتاعتنا ونروح ايه نبدأ نرولها.
كده نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نحاول ان احنا نساوي شكل الرغيف يطلع شكل حلو. نحاول ان احنا برضو نرقق الرغيف علشان ده هيستوي على الطاسة من فوق. تمام. مش هدخل الفرن. هي في ناس بتخلصه كله وتركنه وترجع تعمله عشان خاطر ايدها ما تتوسخش، بس انا بالنسبه لي مش هعمل كده، يعني هشتغل ايه، والله لا اعمل كده اهو. ايه رايكم؟ برضو نروح نجيب على النبي كده ونفردها كده. كده بس عشان ايه ماشي. ناخد التاني وديها فين وديها فين، وديها على البوتاجاز. انا هخلصهم وارجع لكم عشان ما تزهقوش. هكورها كور وابدا احطها.
باكل حواوشي. ازيكم يا متابعين الحلوين؟ نصور ده يا جماعة حواوشي نهايته. بكمل الباقي على البوتاجاز. وده عندي ده بابا غنوج كنت عاملاه من امبارح باقي معايا. والله يا جماعة انا بحب اشارككم في كل حاجة معايا حياتي اليومية. عشان في الله ان اللي يشوف الفيديو بتاعي يدوس لايك علشان يقول كومنت جميل منك ونصلي على سيدنا محمد. ودايما بقولها لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. شكرا ليكم، شكرا يا احلى ناس وبني ادمين. نستودعكم الله مرة كمان وما ننساش نصلي على سيدنا محمد. السلام عليكم.